الذي يوزع الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجد الأرزاق وجعلها لمن يسعى وليس لمن يدعو. يعمل يفعل. الرزق بالسعي والصحة بالسعي والموت حتم، لا تؤجله عافية ولا يعجله سقم. إذا آمنا بهذه ارتحنا من حياة الخوف وقتلنا ذلك الفوبيا اللي فينا أصله مرجعيته الموت والقبر. مما تخاف؟ أخاف من الله من يوم الحساب، وأعمل لذلك من زراعة الشجرة إلى إماطة الأذى إلى الابتسامة إلى الوجه الطلق إلى عمليات الحياة اسمها حياة النوافل، هذه اسمها البناء. أما الدين الذي الله أقره التوحيد، لماذا قال الله قولوا لا إله إلا الله؟ ليحرر عقولنا من عبادة الأصنام والأنام. فهي أجنحة الحرية للإنسان العاقل حينما لا أخاف أحدا إلا الله. هذا ما معنى التوحيد. ثم نأتي للصلاة. لا يمكن أن ينجح إنسان غير ملتزم، وهذا أي علماء في علم الاجتماع يقول لك أبواب النجاح 1000، لن تدخل من أيها باب حتى تدخل من باب الالتزام. أليس الله أحكم بأن فرض علينا أن نقوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذه الأوقات لنتعلم الالتزام؟ ما معنى أن نلتزم؟ أي ننجح. صحيح. ولن نتعلم الالتزام إلا من الصلاة، وهذه نعمة من الله أننا جعلنا نكسر أوقاتنا